سلام خوت. اجي نشوفو التحليل ديال هاد الجزائري لمباراة المغرب والكاميرون، اللي قال لك ودي الكاميرون ما قدراش تبني ولو هجمة وحدة مقودة مع المنتخب المغربي. وانا كنقول فراه هادشي اللي وقع للمنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري ايضا ما قدرش يبني ولو هجمة وحدة مقودة ضد منتخب نيجيريا. تبعوا معايا. ميميطون قلت لهم المروك، قلت لهم ما خلاهمش كاع يتنفسوا، ما كان والو ما قدروش مين با يبنوا كره هجمه، ما قدروش يبنوها بريمي ميطون. ميم دوزيام ميطون دوك نوصلوا ليها دوزيام ميطون. بريمي ميطون هجمه ما قدروا يخدموها، ما يعرفوا يطلعوا في الكرات اطوال باطل. المغاربه صحاح عليهم كونديسيون في الثنائيه وفي الصراعات الثنائيه، دائما الكاميرونيين يطيحوا، تقول راهم كلاو الكوفريط ولا ما فهمتش. سي نورمال لا يعطوا. انت واسمهم كونغو الديمقراطيه خرجتكم من تصفيه كاس العالم، وجاي ترجل انت اليوم حبيت توصل دومي فينال وطيحها مع الجزائر. لو كان طحنا معاهم، لو كان ناكلوهم خاوي، ناكلوهم. واش عندك دوك نحكوا على التحكيم؟ واش عندك المروك كيفاش لعبوا يا خاوتي؟ خلعوا الكاميرون تخلعوا، هذا ما كان. دخلوا برومي ميطون، بصح نستعرب بهم بكل صراحه، نستعرب بهم لعبوا قرينطا اليوم، لان شفت بزاف المغاربه بعد المباراه تاع الجزائر والكونغو الديمقراطيه قالوا لهم يا ابن عمي الجزائر عندهم واحد القرينطه، واحد الروح، واحد قتال. قال لك مباراه ناريه، يعني قال لك ما تقدرش تحبسهم. فداروا هاد القرينطه هذوما اليوم كي تشوفهم لعبوا بواحد الطريقه، يعني طريقه تاع قتاليه، مباراه قتاليه، ماشي غير التحامات. نو 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 نو, نو. خاوتي السرعه، قتلوهم بالسرعه. هذاك السرعه في كل لقطه، يعني اذا اقتصوا الكره من عند الكاميرون السرعه في الهجمه، رغم انهم هما اللي كانوا مسيطرين 63 في بريمي ميطون، 63% مقابل 37، ولا 63% مقابل 37. 37% الكاميرون استحوذت على الكره. بصح واش حبيت نقول لك؟ الفترات اللي تكون الكره عند الكاميرون يحوا لهم تم بكل سرعه، يهيجوا عليهم الضغط مباشره. بعد التقاط الكره تحول من الدفاع الى الهجوم مباشره، لا نقاش لا هضره. يكون كفرون كي يطيحوا باريزومبل كاميروني، يطلع مع واحد يطيحوا، يصفر الاربيت، ما يستناوش، حق كره ضد ديريكت، سرعه تنفيذ تماس سرعه. قتلوه، هبلوهم بالسرعه. الكاميرونيين ما فهموا والو، وين كفروا خلاص روح اجري عاود دافع، ما يخليكش كاع، ما خلاهمش كاع يتنفسوا. يعني المروك ما خلاتش الكاميرون كاع تتنفس. بريمي ميطون سجلوا لهم هذا. بريمي ميطون 6 ركنيات ولا سبع هو الاجمالي، واقع 7 ولا 8 ركنيات للمروك، كره ثابته سجلوا عليهم. بريمي ميطون قتلوهم بانو، ما خلاهمش كاع يتنفسوا، سجلوا الهدف تاعهم. دوزيام ميطون دخلوا عطاو الكره للكاميرون. دوك نعاودوا نولوا للمروك اللي كنا نعرفوها زمان، اللي اللعب تاعنا، طريقه اللعب تاعنا، نعطيك الكره واستحوذ على الكره، وانا نقبض الدفاع تاعي ونقتلك بالمرتدات. واش عندك؟ بون هنا نقدر نقول الكاميرون عاودت رجعت، ماشي زعما المروك اللي عطاو لهم الكره، نو، الكاميرون عاودت رجعت في المباراه. لان كي رجعت في المباراه وليت تشوف كاميرون تشكل خطوره على المرمى. يعني علاه يعني الكاميرون علاش ما لعبتش من الاول هكذا؟ يعني واش حبيت نقول لك؟ انه الكاميرون خلعتهم المغرب وعملت عليهم الضغط ونجحت في الخطه تاعها. دوزيام ميطون كاميرون استحوذوا على الكره، ولكن اخطاء كارثيه. ما يقدروا يبنوا اللعب، يستعملوا الكرات الطويله، مفرفشين، عرضيات هكذاك برك، تضييع الكرات، شحال ما يضيعوا السومبيتي الكرات. يعني ما تقدرش تقبض الكرات تستحوذ وتقعد عندك الكره وضاغط، لا، حاكمين الكره. بصح ثاني كمان ماشي هكذا كيضيعوها. ثاني المغاربه دايرين على، يعني اللي يحكم الكره يروحوا ليه، ما يخليوهاش، يروحوا ليه وبقوه وباحتكاكات، يعني نحوها له. زادوا لهم الدوزيام، عيطوا من الفوق يعيط ويدير ما على باليش. ممكن جدا كان يعيط على واحد اللقطه تاع مبومو، انا شفتها، لاعب المغربي ضرب مبومو في رجله، هذيك اسك ضربه جزاء. سمعت المعلق لانه مغربي اكيد،
جيت نصورها، شفتها اللقطه، شفتها بصح ما شفتهاش من كون زوايا، لان جيت نصور اللقطه هذيك، جيت نفيلميها باش نديرها شغل فيديو كيما نضاري ندير لخاوتي باريزون الاهداف تاع المنتخب الوطني الجزائري او لقطات، نديرها فيديو ونبقى نحطها في الانستغرام. جيت نشد هذيك اللقطه، انا كي عبس التليفون راحت لي هما كانوا يعاودوا في اللقطه، انا كي عاودت رجعت قال لك لا 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 لا، من بعد ما شفتش يعني اللقطه، شفتها الاولانيه كي ضربوا يعني في الرجل، والدوزيام ضربوا جبدوا داخل دي زويب، وبعد كيما قلت لكم راحت لي اللقطه ماشي معناتها ما شفتهاش، اللي يجي لي تحت يقول لي انت ما شفتهاش وراك تحكي، نو شفتها ولكن ما عاودتش الاعاده من زوايا كثيره، لان كي جيت نصورت راح لي كيما نقولوا الماتش، عاودت وليت دخلت لقيت المعلق يقول لك باللي نو هو اللي ضرب رجل الاخر، هذه اسكو هو ضرب رجل الاخر، خليكم في التعليقات وكونوا محايدين، حتى جزائريين كونوا محايدين، اذا شفتوها ضربه جزاء حقيقيه تقدر تعلق عليه ضربه جزاء حقيقيه، اذا شفتها مشي ضربه جزاء كجزائري تقول لي مشي ضربه جزاء، لان احنا دائما نهضروا الحقائق وما كذبوا ما نلصقوا التهم للناس ما والو. اما التحكيم عمومي، شفت انا الحاكم كان يهضر مع جبد زوج لاعبين تاع الكاميرون وتاع المروك، بدا يشغل لي يهدئ فيهم، قال لهم حسيتوا انا حسيتوا باللي كان عليه ثقل كثير في هذه المباراه، قاعد يقول لهم يعني ما كان لها ما ديروش مشاكل، يعني ما تزيدوش ديروا عليا ضغط، خلوا نقدموا مباراه نلعبوا لعب، اللي ربح يعني. حسيت باللي شغل يحلل فيهم، انا حسيت باللي الحكم نيته صافيه ماشي زعما كذا. مخالفات تقول لي كاين اللي داو صفاري تاع الكاميرون، كاين تاع المروك داو واقع صفرة ولا زوج الله اعلم، تقول لي بصح كانت موراها احتكاكات، نقدر نقول لك وين، نقدر نقول لك لا ما نقدر نقول لك والو. لماذا؟ لاننا تاني شفت هذاك المدافع هذاك تاع الكاميرون يضرب سون بيدي خويا، هذاك نورمالمون نقدر نقول لك تاني خارج بحمراء، انا ما راني ندافع لا على المروك لا حتى واحد، نهضر واش شفت في المباراه. عموما قلت لكم اللقطه الوحيده هذيك تاع ضربه الجزاء، وحده تاع اكرد هذيك، سمعت المعلق قال له لا 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 لا, لا, لا ترتكب اخطاء داخل 18 متر، هذيك اسك ضربه جزاء، هذيك بنت لي ممكن ماشي بضربه جزاء، لان شغل دفعوا هذيك، شغل دفعوا كوديبور هذيك، انا عندي ماشي ضربه جزاء تاع اللي جبدوا، بنت لي ضربه جزاء، ما عاودش شفت الاعاده، دوك مر للفيديو هذا نروح نعاود. تحكيم انا من عندي كان نورمال، شفتوا نورمال، يعني ما كانتش امور واضحه زعما كيما نقولوا امور كبيره ولا اللي كانت منتظره انه راح يكون تحكيم كارثي ومباشره مع. كيف شاهدتوا إخواني الكرام، فالتحليل ديال هذا الشخص منطقي، وللإضافة أيضا فمباراة نيجيريا والجزائر عرفت استحواذ نيجيريا على المباراة بنسبة 62%، وبالتالي حتى واحد ما يبقى يعلق الخسارة ديالو على شماعة الحكم. استودعكم في حفظ الله وأمانه، وإلى اللقاء.